النهارده هنعمل بسكوت. احلى بسكوت واسهل بسكوت ممكن يتعمل في الدنيا. النهارده هنعمل بسكوت هو يتحشي عجوه، يتحشي جبنه، يتساب ساده، يتحشي لحمه مفرومه. احلى بسكوت ممكن يتعمل في الحياه، نسبه فشل وصفر. مش ممكن يفشل، هو لا فيه خميره ولا فيه بيكنج باودر، فهو استحاله ان هو هيفشل. هو عباره عن قشطه ودقيق. القشطه دي اللي احنا بتتبقى من عندنا من وش اللبن، اللي انا عن نفسي بشيلها في الفريزر، واكيد كل الناس ساعات ناس كتيره جدا بتبقى محتاره ومش عارفه تعمل ايه بالقشطه. حوشي القشطه دي في التلاجة، وهخليكي تعملي بيها احلى بسكوت في الدنيا. مقادير سهله جدا، هو من غير مقادير اصلا يعتبر، وبطريقه سهله جدا، وهتاكلي احلى حاجه ممكن تاكليها. يلا بينا نبتدي الوصفه هنبتدي ان انا هطلع علبه القشطه بتاعتي من قبليها بفتره من التلاجة، واسيبها تاخد درجة حرارة الغرفة. دي أهم حاجة المفروض تحصل، يعني لازم تكون درجة القشطة بدرجة حرارة الغرفة. أنا هنا النهاردة أنا هستخدم 3 كوبايات من القشطة. 3 كوبايات من القشطة، وكوباية القشطة غالبا بتحتاج من كوباية وربع الكوباية ونص دي على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. وزي ما قلت لك الوصفة دي مش بتبوظ، يعني لو القشطة كترت عن الدقيق هيبقى ناعم جدا البسكوت وهيدوب معاكي دوب. لو الدقيق كتر شوية اللي هيحصل ان البسكوت هيبقى ناشف، بس ناشف اللي هو مقرمش كده وجميل، يعني هيبقى رائع. مش هينشف اللي هو النشفان زي المخبوزات اللي بتبوظ، لان هو لا فيه خميره ولا فيه بيكنج باودر. ببتدي اخلط القشطه بالدقيق وابتدي اعجن فيهم لحد ما يعمل لي عجين متجانس. انا استخدمت 4 كوبايات ونص، واحتجت معلقتين زياده يعني بحيث ان انا العجينه تبقى حلوه كده مني. اهم حاجه ان احنا نعجن كويس قوي علشان نتاكد ان القشطه تجانست تماما ودخلت تماما مع الدقيق. دي اهم حاجه عشان ما تبقاش ساعات القشطه بتبقى ساقعه فما بتتجانسش قوي مع الدقيق. بعد ما ابتدي ادخلها ويبتدوا يتعجنوا مع بعضيهم كويس. وخلاص انا بعد ما اخلص موضوع العجن واتاكد ان هي اتعجنت كويس، ابتدي اغطيها بستريتش او باي كيس بلاستيك، وعشان تتحفظ عشان ما تشققش مني وما تنشفش. والعجينه دي فيها ميزه جميله جدا يا جماعه، انك ممكن بعد ما تعجنيها تسيبيها في التلاجة يوم يومين ثلاثه براحتك، هي مش هتبوظ يعني مش هتبوظ. يعني عايزه تعجنيها وتاني يوم تحشيها، عايزه تحشي منها جزء وتاني يوم تكمليه. العجينه دي مش بتبوظ، لان ما بقول زي ما بقولك هي ما فيهاش اي ماده رافعه، فما تقلقيش عليها خالص. انا هبتدي بس اسيبها ترتاح شويه بس لحد ما ابتدي احضر الحشوه بتاعتي. انا النهارده هحشيها بالعجوه. جبت العجوه بتاعتي وفصصتها، انا بحب العجوه المفصصه ان انا افصصها بايدي، يعني مش بحب الجاهزه. وبحط عليها معلقتين سمنه او زبده. انا النهارده حاطه سمنه، بس لو انت عندك زبده عايزه تحطي زبده حطي زبده. واحط عليها رشه قرفه، وبدخلها الميكرويف بالظبط آه، دقيقة أو دقيقة ونص، بحيث تطرى بس في إيدي وأنا بعجنها يعني. وبعدين أبتدي أمسك العجوة بتاعتي وأعمل كور صغيرة على قد الكحكاية اللي أنا هعملها، يعني قد المخبوزة الصغيرة اللي أنا هعملها، علشان يطلعوا بأحجام كلهم متساوية. وبعدين بجيب الصاج بتاعي، مش بدهنه أي حاجة، القشطة مش محتاجة إنها تدهن أي حاجة. وبجيب وابتدي بقى أحشي العجوة بتاعتي بالبسكوت. أنا هنا عملت صاج كامل بالعجوة، والباقي هحشيه بالجبنة. بعد ما باكمّل صاج العجوة وباتأكد إن هو اتعمل كلّه في منتهى الجمال، بادخّله الفرن على طول، مش محتاجة إن هي ترتاح. وابتدي أحضّر حشوة الجبنة بتاعتي. حشوة الجبنة بتاعتي أنا احتجت جبنة فيتا، حطيت عليها زيتون ورشة نعناع، لو عندِك فلفل أخضر عايزة تحطيه، ممكن تحطي بسطرمة. أنا استخدمت النهارده أبسط حشوة، وبتبقى في منتهى الجمال. ممكن تحطي جبنة مالحة لو حابة، وبتبتدي تحشيها بنفس الطريقة اللي حشينا بيها العجوة، وندخّلها الفرن على طول. بتقعد في الفرن حوالي من 20 ل25 دقيقة على حسب طبعًا سخونة الفرن بتاعِك، وعلى حسب اللون اللي أنتِ بتحبيه. يعني هي وقت ما تاخد اللون اللي أنتِ بتحبيه طلّعيها من الفرن على طول. هنا بقى أنا طلّعتها من الفرن، مش قادرة أحكي لكم على جمالها يعني وحلاوتها. فعلًا أتمنى إن أنتم تجرّبوا الوصفة دي، وصفة في منتهى الجمال، وصفة هتحبوها أوي. ويعني أنا مبسوطة أوي، هابقى مبسوطة أوي لو أنتم جرّبتوها. وأنا يعني يا رب تكون الوصفة عجبتكم. ابعتوا لي تعليقاتكم وأسئلتكم في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل وصفاتنا الجديدة. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله في وصفة جديدة.